ده بول بوجبا جاي من حواري فرنسا وعنده حاليا 30 سنة وبيلعب في نادي اليوفي. بوجبا في 2016 كان أغلى لاعب في العالم وقيمته ساعتها كانت 120 مليون يورو، ولو فاكر ده مبلغ بسيط فلا يا معلم، ده كان مبلغ ساعتها محترم جدا. بوجبا بيلعب في نص الملعب ومعروف إن لاعب المنتصف بيكون مهاري وعنده حلول فردية علشان يقدر يخدم على المهاجمين، لكن بوجبا مهاري بشكل يخليك تقول إن كرة القدم أسهل من شرب المية. بوجبا تقريبا مفيش لاعب ما يقدرش ما يعديش منه مهما كانت قوته الدفاعية، وهنا طبعا بتكلم عن بوجبا قبل الإصابات ولما كان أصغر شويتين، مش ناقصة ذكاء يعني. تضحك عليه. لا بس اكيد حضرتك بتقول دعابه طبعا. اللي يتفرج على ملخصات لبوجبا يحس إنه عايز ينزل يحجز ساعة كورة مع أصحابه اللي في الغالب ما بتتظبطش زي الخروجات كده بالظبط. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي. كلنا عارفين إن فرنسا كسب مونديال 2018 وطبعا امبابي كان نجم الفريق، لكن بوجبا كان لاعب تقيل قوي في نص الملعب. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ وبيعرف يخرج بالكورة من الأزمات، وكان هداف كمان وشغال برجليه الاتنين عادي جدا. لاعب رزل جدا وبيعرف يحتفظ بالكورة لفترات طويلة. الفترة الأخيرة بوجبا ما بقاش موجود على الساحة زي الأول، لكن ده ما يقللش أبدا من موهبته وإنه عنده لمسة مختلفة جدا في كرة القدم.